يعني ايه بقول لك يا نسمة. ايه يا حبيبي؟ بقول لك يا حبيبتي، بس انا ماما جايه النهارده وكده، فكنت عايزك بقى تظبطي الاكل. انت عارفه هي بتحب اكل ايه بقى؟ عينيا يا حبيبي، بس كده ده انا هطلع اللي في التلاجة كله واعملهولك. خلاص تمام مفيش مشكله. بصي بقى، انا كنت جايب لك اللحمه، فعايزك تظبطيها كده زي ما انا كمان بحبها عشان عايز اكل معاها وكده. حاضر يا حبيبي، ده انا كل الماما، ده احلى لحمه ليك والماما يا روح قلبي. خلاص تمام ماشي يا قلبي، انا هروح بقى اجيب بقيه الحاجه، ولو اي حاجه عايزاها رن عليا. سلام. قلبي يقول لي فراخ ولحمه، انا اعمل لامه فراخ ولحمه؟ ليه ان شاء الله. انا عندي شويه اكل كنت هحطهم للقطط، والله مخسره فيك يا حماتي يا حبيبه قلبي. قلبي يقول لي اعمل لها اكل. والله ما انت ضايقه حاجه من الفراخ ولا البطاطس. والله يا حماتي هوريكي الفراخ ولحمه، ما جبنه قديمه هي كنا بناكل منها امبارح وبقيتها ايه. العيش بقى اهو، تاكل بقى بدل القطط اللي انا كنت هحط لها، هي اولى من القطط. اما نشوف. ايه ده امي؟ ازيك يا حبيبي؟ اتفضلي يا حبيبتي. عامل ايه؟ الحمد لله. جايبني على ملا وشي ليه؟ في ايه واد انت؟ والله مفيش، بس انا قلت بصراحه بقى ان انا اعزمك النهارده على الاكل عندنا، وانا هعمل لك الاكل اللي بتحبيه كله. وكل ده يستدعي الاتصالات دي كلها يا احمد؟ ده انت فظيع بصراحه. خش جوه. يا نسمة اتفضلي يا امي اتفضلي، انا هجيب لك نسمة حالا اهو. ماشي يا يا حبيبي. نسمة يا نسمة. ايه يا حبيبتي جهزتي الاكل؟ يا حبيبي جهزت لها احلى اكل، شويه جبنه وعيش بتاع امبارح. نعم، جبنه قديمه وعيش؟ هي دي الفراخ واللحمه اللي قالك عليهم؟ انت مجنونه يا نسمة؟ امك تحمد ربنا ان انا حضرت لها حته جبنه وعيش، ماشي؟ اصل انا مش هتعب نفسي واطلع فراخ واغسلها وصوابعي وجعاني وضوافري بتتكسر، ما اقدرش اعمل ده. تاكل اي حاجه، هو ده اللي موجود. هتاكله ولا مش هتاكله؟ يعني انت شايفه ان الجبنه والعيش ده قيمه امي؟ انت شايفه كده يا بنت الاصول؟ طب هقول لك حاجه، مش ده هيريحك؟ هاتي الحاجه دي وتعالي ورايا. امي مالك اتصدمتي ليه؟ ايه يا احمد؟ هقوم اعمل فراخ. طيب انا ما اعرفش ان امي اللي جايه، انت قلت لي ان امك اللي جايه، ليه عملت كده؟ والنبي يا احمد سيبني اخش اعمل لامي اي اكل. هو في فرق بين امي وامك ولا ايه؟ لا يلا بس تعالي كده قدامي، تعالي معايا تعالي معايا.